شركة ابل اخيرا اقتنعت انه ما ينفعش في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده يكون في موبايل تردد الشاشة بتاعته اقل من 120 هرتز، ودي اكتر حاجة كنا مستنيينها من زمان كمستخدمين لاجهزة ابل، خصوصا في الفئة بتاعت الايفون العادي مش البرو، لان دي كانت اكتر حاجة بتعيبه. ومش بس كده، لا ده كمان في ايفون جديد كليا هينضم للعيلة بتاعت الايفون وهيفكرنا باجهزة الماك زمان كده باللاين اب بتاعها. بس على الناحية التانية شوية ديزاينز كده شكلها مستقبلي، انما هي مش عاجباني ومش عاجبة ناس كتير قوي مستخدمين الايفون. وبعيدا بقى عن الايفون، كمان الفيديو ده هتلاقي فيه معلومات جديده عن باقي المنتجات بتاعت ابل اللي هتنزل السنه دي، سواء الساعات، الايربودز وغيرها من المنتجات. انا سعد جرجس، اتاكد انك تعمل لي لايك وسبسكرايب على الفيديو عشان ده بيساعدني جدا. ويلا بينا نشوف التسريبات بتقول ايه. السنه دي وعلى عكس كل السنين اللي فاتت عندنا 4 موبايلات ايفون جداد، مش 3 بس. ايفون 17 العادي، 17 اير وده الجديد، 17 برو وال 17 برو ماكس. خلينا نبدا الاول بالايفون 17 العادي اللي اخيرا جه بتردد 120 هرتز، ودي كانت اكتر حاجه ناقصه السلسله بتاعه الايفون العادي دي، واللي بصراحه من وجهه نظري هتخليه اكتر ايفون ممكن تشتريه قيمه مقابل سعر. يعني اخيرا استجابه شاشه سريعه ومش هتحس بالتقل اللي كنت بتحس بيه زمان لو انت كنت جاي من موبايل برو او اي موبايل تاني اندرويد في فئه متوسطه تردد الشاشه بتاعته اكتر من 60. دي حاجه وحشه قوي في سمعه شركه ابل، ومتاخرين فيها قوي كالعاده، بس الحمد لله انها جت اخيرا. هيجي بشاشه 6.1 بوصه بنفس شكل الايفون 16 العادي بتاع السنه اللي فاتت بالظبط، والماتيريال بتاعتها هتكون من الالومنيوم، الظهر مصنفر زي السنه اللي فاتت، والشاشه هيكون في تحسينات في الكواليتي بتاعت الازاز بتاعتها. بالنسبه بقى للمعالج، هيجي بنفس البروسيسور بتاع السنه اللي فاتت الابل A18 واللي اداؤه خرافي طبعا وبيدعم الابل انتليجنت، وكمان هيجي ب 8 جيجا بايت رام. هنروح بقى لواحده من اهم الحاجات واكتر حاجه بتميز الايفون وهي الكاميرات. هيجي بكاميرا اماميه 24 ميجا بكسل، ومن ورا بقى هيجي كاميرتين. الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل فيوجن، والكاميرا الالترا وايد هتيجي ب 12 ميجا بكسل. وسلسله الايفون العادي اللي بيميزها كل سنه هي اللاين اب بتاع الوانها الكتير والمميز، والسنه دي هتيجي ب6 الوان، هما الاسود والابيض طبعا، الستيل جراي، الاخضر، بنفسجي، واللايت بلو زي اللي كان موجود في ال 13 برو واللي كان لون تحفه، وهو غالبا اللي هشتريه السنه دي. وحاجه اخيره بقى ابل برضو كانت متاخره فيها، وهم انهم اخيرا زودوا سرعه الشحن ووصلت لحد 35 واط في الايفون العادي. تاني ايفون معانا بقى هو اجدد ايفون نزل من شركه ابل وما نزلش منه قبل كده، وهو الايفون 17 اير زي الماكات والايباد، والاير ده فيرجن بيبقى اعلى من البيز موديل واقل من البرو موديل. في حاله الايفون جاي بشاشه 6.6 بوصه، طبعا الشاشه 120 هرتز، والمفاجاه بقى ان هو جاي مصنوع من التيتانيوم مش الالومنيوم، يعني نفس الماتيريال بتاعه البرو موديل. وهيجي بقى بالتشيبسيت الجديده الابل A19 واللي كده زي كل سنه ابل هتبقى بتعلق على نفسها وهي اقوى معالج في السوق. وهيجي معاه 12 جيجا بايت رام، وده ابجريد محترم جدا عن ال 17 العادي. بالنسبه بقى للكاميرات ففيها حاجه مخيبه للظن شويه. هو جاي بنفس الكاميرا الاماميه ال 24 ميجا بكسل اللي في الايفون 17 العادي، ونفس الكاميرا الاساسيه ال 48 ميجا بكسل الموجوده في الايفون 17 العادي برضو، لكن هو بس كده، مفيش اي كاميرا تانية، مفيش وايد انجل، مفيش زوم كاميرا، هي كاميرا واحده اساسيه خلفيه وخلاص. وبالنسبه للشحن هيجي برضو بنفس سرعه الشحن ال 35 واط. واخر حاجه معانا بقى الالوان. الايفون 17 اير هيجي ب4 الوان، الاسود والابيض واللايت بلو نفس الايفون 17 العادي، ولون جديد وهو اللايت جولد. خلصنا بقى الكلام عن الايفونات العاديه والاير كمان اللي هو يعتبر ايفون عادي، ودلوقتي جه وقت ان احنا نخش برو، وهنتكلم عن الاثنين مع بعض. ايفون 17 برو، 17 برو ماكس، لانهم في الغالب بيجوا شبه بعض بالظبط مع فرق حجم الشاشه. ايفون 17 برو جاي بشاشه 6.3 بوصه، اكبر من شويه من ال 17 العادي، اصغر بشويه من ال 17 اير. وبالنسبه للبرو ماكس جاي بشاشه 6.9 بوصه. انا فاكر زمان كان بينزل تابلت من سامسونج 7 بوصه، ده ضخم فانت معاك الشاشه تشوف فيها احلامك حرفيا. هيجي متصنع من التيتانيوم طبعا، واجمد نوع ازاز باعلى حمايه، والكلام بتاع كل سنه من شركه ابل. بقى هنعدينا منه وهنروح للحاجه الاهم، وهي شريحة ال A19 برو، واللي مستني اشوف ارقامها هتكون عامل ازاي وادائها عامل ازاي. وهيجي ب 12 جيجا بايت رامات زي الايفون 17 اير. بالنسبة بقى للكاميرات ففي ايه ضرب نار. الكاميرا الاماميه 24 ميجا بكسل، وسيبنا منها عشان نروح للثلاث كاميرات اللي من ورا. الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل، كاميرا الترا وايد 48 ميجا بكسل، والمفاجاه الكاميرا التليفوتو برضو 48 ميجا بكسل. زوم احسن، قص الصور احسن في البورتريه مود، الوان احسن. هنكتشف كل ده مع بعض في شهر 9 لما ينزل.
هيجي مودم الشبكه الكوالكوم، سرعه الشحن هتبقى 35 واط برضو من غير اي فرق عن اللاين اب العادي. ما اعتقدش ان دي هتبقى معلومه صحيحه قوي، اعتقد هيزودوها عن الايفون العادي. وبالنسبه للالوان هيجي ب5 الوان، اسود وابيض وجراي دارك بلو ولون جديد وهو الاورنج، مش حاسه خالص بصراحه. بشكل عام بقى الايفونات السنه دي بعيدا عن الايفون العادي شكلها غريب قوي، مش شويه مستقبلي، رايح ناحيه الاتجاه بتاع الابديت الجديد بتاع الايفون بتاع الاي او اس والماك او اس 26. اعتقد زي ما قبل بتعمل كل مره هنتعود على الديزاين الجديد بتاعها، بس رايي ان هو مش احسن حاجه. بس خلصنا الايفونات بقى، خلينا نخش على باقي المنتجات اللي هتيجي من ابل السنه دي، ونبدا بالساعات. متوقع ان في 3 ساعات تنزل جديده السنه دي، الابل واتش سيريس 11 العاديه، واللي زي كل سنه بيبقى فيه تحديث على السنه اللي قبلها، الابل واتش الترا 3 الجديده واللي برضو هيكون فيها شويه تحديثات على السنه اللي قبلها. ومتوقع اخيرا ابل واتش اس اي 3 تنزل، ساعة اقتصادية بقالها كتير ما نزلتش، تكون ممتازة جدا للناس اللي لسه عايزة تجرب الساعة. خلصنا الساعات، بعد كده بقى في ايربودز برو 3 جديدة هتنزل السنة دي، هنشوف التحسينات اللي فيها هتبقى عاملة ازاي. وكمان متوقع الابل فيجن برو الاختراع اللي عمل ضجة واختفى، هينزلوا منه فيرجن جديد السنة دي مع تحديثات بقى كتير كده في الهاردوير والسوفت وير تخليه يوزبل اكتر في الاستخدام اليومي. وطبعا ده هيبقى صعب قوي عندنا في مصر بسبب التكلفة الضخمه بتاعته. في الغالب برضه هيكون عندنا ايباد جديد بشريحه جديده وهي الابل M5، هينزل اير تاج 2، هنشوف لسه التحسينات اللي هتبقى فيها ايه، اكيد هتبقى تحسينات في مده عملها والمدى بتاعها قد ايه والكونكتيفيتي. واخيرا ابل تي في جديد، واللي بصراحه عمري ما جربته قبل كده ومش عارف ليه ممكن نشتريه، يعني ممكن نشوف الموضوع ده مع بعض بعدين. وفي الاخر كل دي تسريبات، بس في الغالب تسريبات قويه جدا في الحته بتاعه الايفون، وده اللي ممكن نشوفه كمان شهر وكام يوم. طبيعي في حاجات منها ممكن تكون مختلفه، بس ما اعتقدش انها هتكون بنسبه كبيره قوي. قولوا لي في الكومنت شايفين ان ابل فعلا عملت تطوير في الايفونات ولا لا، او ايه رايكم في الايفون اير الجديد. اتاكدوا انكم تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو وتسيبوا رايكم في الكومنتس وانا هرد عليكم على طول، وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. سلام.